كل حيلة سحرية لازم تبدأ بحاجة بسيطة، حاجة تشوفها قدام عينك وتفتكر انك فهمتها. بس ده برستيج مفهوش خدعة واحدة، لا الفيلم ده هو الخدعة نفسها. في عالم السحر الحقيقي الجمهور ما بيجيش يدور على الحقيقة، لا الجمهور جاي عشان ينبهر، جاي عشان يصدق الكذبة حتى لو عقله عارف انها كذبة. ونولان قرر يعمل فيلم عن السحر، بس مش فيلم عن السحرة، فيلم عن الألم اللي ورا الخدعة، عن الدم اللي محدش بيشوفه تحت أرضية المسرح. ذا برستيج فيلم مش تشوفه تتسلى وتقوم، ده فيلم بيسيب في دماغك سوستة بتنهش. فيلم عن اتنين عمر ما كان هدفهم يشدوا الجمهور، ده كل هدفهم إن واحد يهد التاني. واحد ضحى بكل اللي حواليه، التاني ضحى بنفسه، والمصيبة الاتنين افتكروا إن هما كسبوا، لكن الحقيقة الاتنين اتدمروا. انت لو جيت تشرح ذا برستيج لحد هتتخض من بساطته، هتقول له اتنين سحرة في انجلترا آخر القرن العشرين، واحد عبقري في الحيل، بيتنافسوا بيحقدوا ويتخانقوا لحد ما المنافسة تبقى حرب. بس ده السطح، ده اللي يشوفه أي عين. وأساس الفيلم عن الهوس، عن إنك تبقى مستعد تضحي بعيلتك، بسمعتك، بشخصيتك، بعقلك، علشان حاجة بتلمع قدامك، وتلاقي نفسك في الآخر واقف لوحدك ما تعرفش أنت مين ولا ليه بدأت أصلا. أول ما الفيلم بيبدأ بنسمع القاعدة الذهبية في السحر، كل خدعة سحرية بتتكون من 3 مراحل، وده مش كلام حلو، ده مخطط الفيلم نفسه، ونولان بيلعب عليك خطوة بخطوة. أول تلت ساعة في الفيلم بتقول عليها تعليمات، سحر بسيط، قفص وحمام، جمهور بيسقف وشابين بيتعلموا، وبتقول لنفسك فهمت، فيلم عن السحر طيب لطيف. تتعرف على أنجر وبوديرن، بتشوف أول عرض، تشوف الإبهار، تشوف الشغف، وكل ده بيتقدم ليك بحرفنة، كاميرات هادية، ألوان دافية، حياة شكلها عادية، وتقول المنافسة هتبقى لذيذة. بعدها يحصل الانفجار، موت مراته. المشهد ده مش مجرد حدث، دي لحظة ولادة كائنين مختلفين غير اللي انت شفتهم في أول الفيلم. أنجر بيتحول من ساحر لطيف لمجنون مطارد، مش بيطارد بوديرن عشان يتفوق عليه، لأ بيطارده عشان يدمره. وبوديرن من لحظة موت البنت دي احنا شايفين على وشه الشخصين، الراجل اللي ندمان والراجل اللي مش فارق معاه. وده مش تناقض كتابة، ده السر اللي الفيلم رماه أول نص ساعة ومحدش شافه. لكن الأهم من كل ده إن نهاية الفيلم مش النهاية، ده إعادة تعريف لكل اللي شفته قبل كده، كل كلمة، كل نظرة، كل خناقة، كل خلاف بسيط بين بوديرن ومراته، كل ابتسامة بايخة من أنجر كانت جزء من الخطة. واللي فاكر إن المفاجأة هي التوأم والآلة فاهم غلط. المفاجأة الحقيقية إنك كمشاهد كل الأدلة كانت عندك، بس نولان شغلك بالخدعة اللي فوق المسرح لحد ما تنسى إن في مصايب بتحصل في الضلمة. الفيلم لعب عليك لعبة الساحر، 2 سحرة على الشاشة وساحر تالت ورا الكاميرا، والتلاتة بيحاولوا يخدعوك، والأغرب إن الجمهور داخل وهو مبسوط إنه هيتخدع. طب ماشي، شفنا الطريقة، فاضل الناس اللي جوه الطريقة، الضحايا، الجلادين، المجانين اللي دفعوا حياتهم عشان 5 دقايق تسقيف. في اللحظة اللي الجمهور بدأ يحس إن في حاجة غلط في حياة بوديرن، يعني مراته بتشك فيه، صاحبته بتقول نفس الجمل اللي هي قالتها قبل كده، وأنت كمشاهد تقول لنفسك هو بارد ولا هو بيحب ولا ما بيحبش؟ ليه هو يوم ناعم ويوم تاني بارد، مفيش ذرة اهتمام؟ الفيلم بيديك العلامة من بدري، بس هو مخبي السر في أهم جملة اتقالت، وأنا كنت من الناس اللي كشفوا السر بصراحة. فالمهم بوديرن ما طلعش شخص واحد، هو اتنين بيمثلوا إن هما واحد، اتنين شاركوا نفس الحياة، قسموا حياتهم نصين، نص عايش ونص بيتعذب، نص أب والنص التاني كان لابس شكل الأب، نص بيحب مراته والنص التاني بيمثل ومش فارق معاه. ولما مراته واجهته بالحقيقة، المفارقة القاسية اللي حصلت هنا هي كانت متجوزة 2 بس بتحب واحد بس، واللي بتحبه مش دايما موجود. حتى انت لو لاحظت، ولما كان بيقول لها ان هو بيحبها كانت بتقول له ان هي مش حاساها النهارده، والكلمه دي ممكن تشوفها عاديه، بس الفيلم قاصد يحطها في المكان الصح. ودي اول تضحيه في الفيلم، مش تضحيه جسديه ولا تضحيه انسانيه. بوديرن فقد اسمه وهويته عشان يسيب المسرح يقول كلمه واحده بس، برستيج. الفكرة هنا إن لو بوديرن ضحى بالهوية، فأنجر ضحى بالحياة نفسها، مش مرة ولا مرتين، بس عشرات المرات. في كل عرض الجمهور كان بيسقف فيه، الكاميرا بتقفل والفرجة بتخلص، لكن في الخلفية وسط جراج مقفول بقفل وسلسلة في جثة جوا مية، جثة لأنجر أو نسخة من أنجر أو يمكن الأصل. وهنا بقى السؤال اللي بيدبح العقل، هل كل نسخة كانت هي الحقيقية، ولا اللي عاش كان هو الأصلي، ولا كان مجرد نسخة بتفتكر إن هي الأصل؟ نولان بيتعامل مع فكرة إن في ناس بتضحي بكل حاجة عشان لحظة تسقيف. أنجر قرر إنه يقسم نفسه مليون مرة، وكل مرة كان بيدفع التمن أعلى من أي تمن بوديرن دفعه. في أول الفيلم أنت بتشوف أنجر شبه أي شاب عنده حلم واقف في الكواليس، بيذاكر بيقلد، بس ما عندوش السر. وموهبته مش في إنه أحسن ساحر، موهبته في إنه يعرف يشد الجمهور، يعرف يقنعك إن اللي بيعمله حقيقي. يعني عنده حضور، عنده كاريزما وابتسامة، لكن ربنا ما اداهوش أهم حاجة في السحر، هو الابتكار. والمصيبة هنا بتبدأ لأن أنجر شخصية مبنية على كلمة واحدة، وهي أنا مش أقل من حد. ولما مراته ماتت في العرض، بوديرن السبب فعلا، بس وقتها كل حاجة اتغيرت، ما بقاش عايز إنه يبقى الأفضل، بقى عايز يدمر بوديرن، بس عايز يمسح اسمه، عايز ينتصر بأي تمن. وده أكبر فرق بينه وبين بوديرن. بوديرن بيحب السحر، أنجر بيكره اللي أحسن منه.
وتحول أنجر بدأ من هنا. أنجر بيكسر كل خط أخلاقي قدامه، شغل جواسيس، يقلد عروض، يجرب عرض هو نفسه مش فاهمه، وفي الآخر يروح لتسلا يعمل آلة مش طبيعية. لكن القنبلة هنا مش الآلة، القنبلة هنا هو اللي عمله بعدها. أنجر يقتل نفسه كل مرة، ده تعريف الهوس في أنظف صورته. راجل بيغرق نسخة منه لمجرد إن الجمهور بيقول واو. ناس غريبة هتسقف وتروح ومحدش هيفتكره بعد كام سنة وهو اتحول لجريمة. بوردن مش طبيعي، مش ساحر، ده حرفيا عالم بيفكر خارج المنطق بره الجمهور. هو بيتعامل مع السحر كحقيقة مش خدعة. بوردن مش بيعمل عرض، بوردن بيعيش السحر جوه جلده. عشان كده تلاقيه دايما بارد، دايما قاسي، عبقري دايما، لانك طول الفيلم مش بتتفرج على شخص واحد، انت بتتفرج على نظام مشاعره متقسمة، حياته مقسومة، قراراته مقسومة. ولما تكتشف سر التوأم اللغز هنا بيستقيم، لان هما شخصيتين في جسد واحد. واحد متجوز وبيغير على مراته وعيلته وبيحبهم، والتاني عايش للسحر مستعد يموت عشان كده مراته قالت له انت النهارده بتحبني، امبارح لا. عشان كده عمره ما رد صح على اي سؤال، ودايما بيبقى في خلاف بينه وبين تصرفاته، لان اللي قدامك مش شخص واحد، ده حياه كامله اتقسمت نصين. والتضحيه هنا اللي محدش شايفها، وهي لو انجر موته بيبان. بوردن بيموت كل يوم من غير عرض، من غير تسقيف، من غير جمهور، سارح في تفكيره وفي دماغه، غرقان مش عارف يكون اب ولا زوج ولا انسان كامل، لانه قرر ان السحر اهم من الحياه. انجر عايز يبان، عايز الناس تشوفه، عايز الشهره، مستعد يقتل نفسه، بس في السر بيدمر كل الناس اللي حواليه وهو فاكر ان هو بيبني. بوردن مش فارق له حد يشوفه، مش فارق له الجمهور يفهم، هو عايز يعمل حاجه محدش يعرف يعملها، مستعد يدفن حياته في الارض بس في العلن، بيدمر نفسه واسرته، فاكر ان ده قدر العبقريه. والنتيجه انجر خسر نفسه، بوردن خسر حياته. وده جوهر الفيلم، مش انتصار على حد، ده حرب خسر فيها الاتنين، واللي كسب السحر، العرض، اللحظه اللي كل الناس تنسى بعدها. خليني اقول لك الخلاصه، لو انجر هو السوشيال ميديا، صوت عالي، عرض، كدبه جميله، نتائج سريعه، وضياع داخلي بطيء، فبوردن هو الواقع، تعب وتضحيه ونجاح من غير سقفه، انهيار بيكسر القلب. والاتنين غلط، الاتنين صح، الاتنين كده كده ماتوا، هما مستنيين الجمهور بيقول الله ازاي عملوا كده، لكن الجمهور بينسى، والسحر هو اللي بيعيش بعواقب اللي عمله، او الشخص بيعيش بعواقب اللي عمله. انت اول مره هتشوف فيها ذا برستيج، انت زي المشاهد اللي قاعد في المسرح مندهش وخلاص، لكن لما تشوفه تاني بتتحول للمشعوذ، بتراقب كل حركه وبتفهم كل لمسه، وبتدرك ان الفيلم كان بيشرح لك نفسه خطوه بخطوه، وانت اللي اخترت الانبهار بدل ما تفهم. رمزيه الكناري اللي بيتقتل وبيتبدل هو الجمهور، هو السحر، هو العروض، هو الفنانين اللي بيموتوا في الظل عشان لحظه سحر على المسرح، هو بوردن اللي نص حياته بتموت، هو انجر اللي بيموت نسخ منه كامله. كل خدعه فيها ضحيه، سواء طير او انسان او روح. حتى قبعات تسلا مش تفصيله بصريه وخلاص، ده اعلان مبكر ان السحر ده مش وهم، ده علم، ده تكنولوجيا، ده كارثه. واول مشهد بيقولك فيه 8 في نسخ، وما فيش نسخه واحده بس. الفيلم من اوله لاخره لعب على فكره مش كل اللي بتشوفه حقيقي، المرايات في المسارح، المرايه في الشخصيه، المرايه حتى في عنوان الفيلم، بوردن انعكاس انجر، وكل واحد شايف نفسه بطل والتاني مجرم. نولان اختار دايما كاميرا قريبه من الممثلين، مش عشان نشوفهم، لا عشان يحبسنا معاهم. الاختناق اللي حسه بوردن وهو عايش حياتين، والتوتر اللي بياكل انجر من جوه. الكادر هنا ضيق، الشخصيه محشوره، حتى المسرح اللي المفروض مكان للحريه تحسه زنزانه. فيلم كله ابيض واسود، مش في الالوان، لا في الخيارات، يا تضحي بجزء منك يا تضحي بنفسك. مونتاج الفيلم نفسه خدعه، احداث قدام، احداث ورا، خطوط بتسبق بعضها، انت مش بتتفرج على قصه، انت بتتفرج على 3 خدع ماشيه في نفس الوقت، وما بتفهمهمش غير لما الحاجز بيقع. حتى الموسيقى حزينه، مش بطول لحن السحر، لان الفيلم مش عن البهجه، ده عن الالم، عن الثمن، عن الصمت اللي ورا الستاره بعد السقف. اهم سؤال، هل انجر مات فعلا ولا كل نسخه كانت بتفتكر انها الاصل؟ ولو النسخه بتصدق انها الاصل، يبقى الاصل واضح من مين؟ ولا في الاخر مفيش اصل اصلا، بس سلسله ارواح بتتذبح قدام عين الجمهور والناس بتبص من الناحيه التانيه؟ طب هل التضحيه دي تستاهل؟ امتى اللذه تتحول لادمان؟ امتى الابداع يتحول للهوس؟ وامتى الانسان يقرر يدمر نفسه عشان يثبت انه الافضل؟ مين اللي كسب؟ مفيش. بوردن اتسجن، مات له حد قريب، اتعدم، اتشوه، وبيكمل يعيش نص انسان. انجر مات عشرات المرات وخسر كل حاجه، حتى نفسه. الاجابه ان مفيش حد كسب. الفيلم مش قصه انتصار، ده قصه خساره، قصه ناس كانت ممكن تبقى اعظم لو قبلوا يكونوا بشر مش آلات. كلنا عندنا خدعه، كلنا بنخبي سر، بنتظاهر، نضاعف نفسنا على السوشيال ميديا، نخلق نسخه احسن مننا، ونسال نفسنا النسخه دي انا ولا مجرد شخص مخادع؟ في رأيي فيلم ذا برستيج مش مجرد حكاية سحر ضد ساحر، ولا درس عن الغيرة ولا العبقرية، ولا حتى توأم مختفي، ولا نسخ بتتكرر. أنا شايفه فيلم بيعبر عننا احنا، عن أي واحد بيجري ورا حلمه وبيخبط في الحيطة 1000 مرة، وبيسأل نفسه لو أنا حققت النجاح ده هو أنا أصلا هيفضل مني حاجة؟ يعني بوردن التضحية اللي بنعملها في صمت،
احنا كل يوم بنعمل اللي بوردن عمله، مش بنفس الدرجه بس بنفس الفكره. بنقسم نفسنا بين شغل وحياه، بنمثل ان احنا تمام واننا واقعيين، بنعيش يوم صح ويوم غلط، بنعمل حاجات للناس اللي بنحبهم ومحدش هيعرف تمنها. بوردن كان ممكن يعيش طبيعي بس قرر يدفن نص حياته عشان اللحظه اللي يتحول فيها الاسطوره، حتى لو محدش عارف هو هيدفع ايه. وده بيلمس الوطن عند اي حد تعب. كلنا ابطال في مكان محدش شايفه غيرنا. وانجر زيه زي اي واحد رفض انه يكون عادي، بس في ناس ما بتعرفش تدوس فرامل. انجر زي ناس كتير حوالينا، ويمكن يكون زي حد جوانا مش قادر يستحمل ان حد ممكن يكون احسن منه، ومش قادر يقتنع ان ممكن يكسب جمهور بموهبته. لا، هو لازم يكون رقم واحد باي ثمن. ونوع النجاح زي المخدر، تاخد منه جرعه تطلب اللي بعدها. انجر بالنسبه لي مش مجنون، انجر هو الصوره اللي السوشيال ميديا بتربيها فين دلوقتي. اوعى تبقى عادي، لازم تبهر الناس وتولع وتكسر الدنيا وتسوق لنفسك. ولو ما عملتش كده لا، انت كده صفر. تضحك في صور، تتظاهر انك بخير، وتنسى النسخه الاصليه ماتت في اول حفره والدنيا قسمتهم. والفيلم ساب لنا خيار. الفيلم في اخره مش بيقولك انحاز لمين، لان الحقيقه مره. كل طريق نجح فيه واحد خسر فيه حاجه اعظم. بوردن كسب الخدعه بس خسر حياته اللي كان يقدر يعيشها كامله. انجر كسب التسقيف بس خسر نفسه وجوه الصندوق. وده اللي هيخليك تخرج من الفيلم معاك سؤال، اتقل سؤال على قلبك: هو النجاح اللي بنجري وراه يستاهل فعلا؟ اللحظه اللي الفيلم بيتحول فيها لمرايه، هتسيب الفيلم وتبص لنفسك، هتقول انا مين؟ انا بوردن ولا انجر ولا الاتنين؟ انا بحافظ على نفسي ولا بنسخها لحد ما تضيع؟ ولو فضلت اجري ورا التسقيف، هل فعلا هقدر اعيش ولا هبقى مجرد نسخه تانية بتتدمر؟ ذا برستيج بيقول حاجه اعمق من السحر. بيقول مش مهم تعمل ايه، المهم اللي تسيبه وراك، لان في الاخر الجمهور هيسقف سنتين وينسى، لكن انت اللي هتعيش نتيجه قراراتك، سواء كنت واحد اتقسم نصين عشان حلم ولا واحد ضحى بنفسه. وللاسف هو ده اخطر سحر في الفيلم والحياه. لو عجبك التحليل اعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل اكبر عدد من الناس. سلام.